يكرهوا. اهلا بيكم في برنامجنا حياة كلب. النهارده هنتكلم على حاجه جديده مهمه نربي بيها كلابنا، بس قبل الكلام ده كله تقدروا تتابعونا على الفيسبوك واليوتيوب وتشوفوا الحلقات اللي فاتت. النهارده هتكلم على حاجه مهمه جدا جات لي عليها اسئله كتيره جدا، وهي الاجريشن، او ان الكلب ابتدى يبقى عصبي والكلب اتيتيوده غريب. طيب اول حاجه لازم نفرق بين الميل والفيميل. طيب الفيميل دايما بيحصل لها بنقول عليه سوينج مود، او ان مودها يبقى مش مظبط قبل ما تجي لها الهيت او الدوره الشهريه بتاعتها اللي بتيجي كل 6 شهور. قبل ما تجيلها دايما بشهر بتبتدي هرمونات تزيد، وهنا الكلبه ما بتبقاش مظبوطه. يعني ايه مش مظبوطه؟ مجنونه يعني؟ لا، ما حدش قال لك كده، لكن سلوكها ممكن يتغير. ممكن تبقى عصبيه، ممكن تبقى هاديه، ممكن تبقى تحس انها خامله، ممكن تبقى مهيبره، حاجات كتيره جدا. طيب اول ما بيجي الهيت برضه ستيل بيبقى الهرمونات عاليه جدا، وبعد ما بتخلص بحبه بيحصل ايه؟ ان برضه الهرمونات بتبتدي تنزل بالتدريج. طيب ايه اللي انت عايز تقوله؟ اللي احنا عايزين نقوله ان ده مش معناه ان الكلب ان ده كده ليه اكسكيوز، او ان هو من حقه ان هو يهاجم ويعمل والكلام ده كله. طب ايه اللي بيحصل في الفتره دي؟ في الفتره دي اللي بيحصل ان انت لو جيت بصيت على الفيميل هتلاقيها ماشيه ليدر اوف ذا باك، هي الليدر بتاع المجموعه في الكلاب البلدي الموجوده في الشارع، وكل الكلاب التانيه ماشيه وراها. طيب ده بيبقى نتيجه ان هي على عندها الهيت. نمرة 2 كلهم عايزين يتجوزوا. نمرة 3 هي الهرمونات عالية، فبالتالي هي القائد بتاع القطيع في الفترة دي. طيب جزء مهم جدا ان انت هي القائد بتاع القطيع، لازم تفهم في الفترة دي ان هرموناتها عالية. طيب ايه الحاجات اللي ممكن تحصل؟ لازم تكون تعاملاتك فيرم جدا في الفترة دي معاها. يعني ايه؟ قلل الدلع، دي اول حاجه. طب ليه قلل الدلع؟ هو معنى كده ان عشان جالها ليه تقلل الدلع؟ ايوه قلل الدلع سبب واحد، لان هي هيبقى مودها بتحاول تسيطر، فلازم انت تبقى اقوى منها في الجزء ده. وده اللي فعليا بيحصل. الاقي ناس كلمتني: هشام انا عندي الكلبه مودها غريب جدا كذا. اول حاجه بقول اول هيت جت امتى واخر هيت جت امتى. الهدف اللي انا ببقى عايز اعرفه احنا فين من الهرمونات. طيب ممكن بعد كده يبقى سلوك وحش. طيب السلوك التاني بقى بعيدا عن الهرمونات، طب بالنسبه للذكر هيفرق في ايه؟ الذكر في مرحله البلوغ اللي هي 8 شهور لغايه سنه بيحصل هنا سيطره. ده حتى بيحصل سيطره لو عندي كلبين ذكرين ممكن تلاقيهم لطاف جدا، واول ما يحصل البلوغ لواحد فيهم يبتدي يحصل فايتنج رهيب، ويبتدي الناس تقول لك انا مش فاهمه، دول كانوا سمنه على عسل، انا مش عارف ايه اللي حصل. اللي حصل يا سيدي ان واحد فيهم ابتدى يحس بنفسه انه ابتدى يسيطر، فبيحاول يفرض رايه على التاني، والتاني هو الكبير، وهوب تراك هيبتدوا يتخانقوا. طيب الحل في الكيس اللي زي دي ايه؟ لو انت ما بتتجوزش يبقى يفضل ان انت تعمل عمليه الاخصاء للكلبين. ليه؟ عشان تهدي الهرمونات، وبالتالي الكلاب ما تخشش فايت. طب وهل الكلام ده بينجح؟ ايوه بينجح، وبينجح بنسبه كبيره جدا. طيب عندي كلب من وهو صغير انا شايف ان هو موده ان هو ميال جدا ان هو يبقى شرس. طيب هنا برضو ده بيبقى جزء من الهرمونز مسؤول عن الموضوع. طيب في ايه؟ انا مش عايزه يبقى كده. الحل ان انت تعمل عمليه بدري. طيب هنيجي بقى نتكلم عمليه. الناس هتيجي تقول لك حرام عليكم انتوا بتمنعوا حياه الكلب، انت مفتري، انت شرير. هو مش مساله انت مفتري انت شرير، هو فعليا انت المفتري وشرير لعده اسباب. اولا ربنا خلق الكلب ده، الكلبه بتاعته تجي لها الدوره مرتين في السنه. يعني الكلب ده المفروض يتجوز مرتين في السنه. هل انت كل سنه هتقدر تخلي الكلب يتجوز؟ لا. ليه؟ لان انت النهارده كل 30 كلب قصادهم واحده فيميل. ليه؟ لان اغلب الناس ما بتقدرش تجيب الفيميل عشان قصه الهيت اللي كل 6 شهور والدم والكلام ده كله، فبيقول لك لا 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 انا يا عم مش عايز فيميل، انا اجيب ميل. طيب هتجيب الميل النهارده كل 30 ميل قصادهم واحده فيميل، يبقى الكلب هيتجوز ايه بقى؟ كل 30 سنه ضوئيه. هو ده اللي احنا بنتكلم عليه. طيب في الكيس اللي زي دي عشان انت ترتاح وتريحه انت بتعمل عمليه. طب العمليه دي عباره عن ايه؟ انت بتوقف افراز هرمون الذكوره. والعمليه بتاعت الذكر اسهل بكتير جدا من الفيميل، لان الفيميل احنا بنضطر نعمل عمليه زي القيصريه، بنفتح البطن، نطلع الرحم، بنشيل المبايض، وبالتالي عمليه كبيره جدا. يعني بنقول عليها كات سكشن، بتتكلم ان انت بتقطع فتحه كبيره جدا في البطن. لكن عمليه الكلب سهله جدا وبسيطه، وفي خلال 3 ايام بيريكفر ويبقى زي الفل. طيب الجزء الثاني هيفرق كتير في الكلب طبعا، بيبقى اهدى،
صحته بتتحسن، بترحمه ان هو ممكن يجيله اورام مثلا تناسليه زي البروستاتا نتيجه ان هو ما بيحصلش عمليه الجواز، فده وارد جدا انه معرض ليه، معرض للكانسر في الاجزاء دي نتيجه ان هو برده ما فيش عمليه افراغ. تمام. الحاجه الثالثه لازم تفهم ان موده بيكتئب، ان هو على الاقل لازم يتجوز مره في السنه. فلو انت عندك فيميل تجوزها له مره في السنه اوكي. نمره 2 بقى اللي احنا فيه دلوقتي، ان كل الناس بتجيب الكلاب على اساس انها زي الارانب كده، وبعدين هوب يزهق منه يروح هوب فاتح الباب وايه ومطلعه، وتيجي تلاقي كلاب زي الفل. كميه الكلاب اللي بتتعرض قدامي دلوقتي يقول لك فور ادوبشن فور ادوبشن فور ادوبشن، النتيجه بتاعتها ان في الاخر كميه كلاب مرميه في الشارع بالهبل. طيب خلينا نرجع لموضوعنا تاني، وهو عمليه ان الكلب ابتدى يبقى شرس او عصبي معايا. طيب الجزء التاني مثلا، انت طول النهار حاطط الكلب جنبك وقاعد طول النهار تملس عليه زي المخده، هو ده مش صح، لان انت هنا بترفع الاهتمام بيه بزياده. في وقت ان انا طبطب وخلاص. طب لو جه حط ايده عليا، ودي اتكلمنا عليها كذا مره، لو حط ايده عليك نزل ايده، لا مش هطبطب تاني. لازم انت اللي تحدد الفتره، مش كل حاجه تروح مصدغ معاه وتعمله اللي هو عايزه، وبعدين ترجع تقول اصل انا ما كنتش بعمل حاجه، ده هو متعود ان هو يحط راسه على رجلي ونقعد نطبطب كده على بعض طول الليل وابوس فيه وامق فيه والحياه جميله خالص. هو الكلام ده كومبليتلي رونج، لان الكلام ده ما بيتمش فيه سلوكهم. عايز تفهم يعني ايه كلب، مش مساله بقى ان انا باخد المعلومه من هشام او من علان، لا، القصه كلها فكر بطريقه الكلب. روح اتفرج على سلوكيات الكلاب وهم بيلعبوا مع بعض، هو ده اللي هيفهمك الموضوع. طيب الجزء كمان المهم جدا مسؤول عن قصه العصبيه والاجريشن هي المشي. كل ما هتمشي الكلب كل ما الكلب هيرجع هادي وما يبقاش فيه مجال للعصبيه، والعصبيه بتقل. طيب الجزء كمان المهم جدا في قصه العصبيه بالنسبه للكلاب هي طريقه التعامل. يعني ايه؟ يعني انت ممكن تخلي الكلب بتاعك يبقى بانيك ويبتدي يبقى عصبي من كتر ما انت عصبي، فهو بياخد من سلوكك، والنتيجه ان انت هتبتدي تشتكي من الكلام ده. طيب عشان ابتدي بقى خلاصه الحلقه اعمل ايه عشان اوقف الكلام ده كله؟ بلاش دلع كتير ومياع كتير، بلاش طول النهار طبطبه وبوس واحضان. تمام. اعمل ليفلز بينك وبينه، حط بوردر بينك وبينه. مفيش حاجه اسمها طلوع على السرير من غير لما انا اقول له اطلع، مفيش حاجه اسمها انزل ما ينزلش، مفيش حاجه اسمها اصل هو النهارده كان لطيف وحبوب فانا هديله البيجامه بتاعتي يلبسها. مفيش حاجه اسمها كده، لا، في حاجه اسمها ليفل ليك وليفل ليه. زي ما انت بتتعامل مع البني ادمين، لما بيبقى عندك سواق بتتعامل معاه بطريقه، ولما بيبقى عندك شغاله بتتعامل معاه بطريقه، ولما يبقى عندك موظف في الشركه بتتعامل معاه بطريقه، وكل واحد ليه الليفل بتاعه، وبتقول لا كل واحد ليه الليفل هنا ما ينفعش يعدي. اشمعنى بقى بتيجي على الكلب وتسلم نفسك وترفع ايديك لفوق وتقول ايه اعمل اللي انت عايزه، وبعدين تبتدي بعد كده تشتكي وتقول الكلب عمل والكلب سوى. النقطه الثانيه اللي انت لازم تفهمها ان الترينر مش هيجيب سوفت وير ويروح حاططه لك في مخ الكلب ويقول له انستول يبقى الكلب بقى اتفرمط وبقى زي الفل. مفيش حاجه اسمها كده، لان ممكن يبقى شخصيه الترينر قويه واول ما يخش الكلب تلاقي سلوكه مختلف تماما وزي الفل وخاضع واخر حلاوه، وتيجي انت لا مؤاخذه مستهيفك وشايفك هفق وبيعمل فيك كل قله الادب اللي انت مش متخيل، والنتيجه بتاعت الكلام ده ان انت تبدا تشتكي. فارجوكوا ربوا الكلاب بنظام محدد عشان ما يحصلش قصه الاجريشن اللي انتوا كلكم بتشتكوا منها، وانت فعليا انت السبب في القصه دي. اشوفكم على خير في حلقه جديده، وان شاء الله افيدكم في الحلقات الجايه. اشوفكم على خير.